لو انت في ثانوية عامة او ازهرية اسمعني كويس، هقولك على 10 نصايح ممكن تفرق معاك في الدرجات اكتر مما تتخيل. اول نصيحة: ما تحاولش تذاكر كل حاجة من اول وجديد، ركز على المراجعة وتثبيت المعلومات اللي انت ذاكرتها قبل كده. تاني نصيحة: حل امتحانات سابقة على قد ما تقدر، لانها بتعودك على شكل الاسئلة وطريقة التفكير. تالت نصيحة: نام كويس، لان المخ اثناء النوم بيرتب المعلومات وبيثبتها اكتر. رابع نصيحة: اشرب مية كتير، لان الجفاف بيقلل التركيز والانتباه. خامس نصيحة: ما تقارنش نفسك بزمايلك، كل واحد ليه طريقته وسرعته في المذاكرة. سادس نصيحة: اعمل قائمة بأهم النقاط والقوانين والتعريفات اللي انت محتاج تراجعها يوميا. سابع نصيحة: ابعد عن السوشيال ميديا وقت المذاكرة، لأنها بتسرق وقتك وتركيزك من غير ما تحس. تامن نصيحة: لو حسيت بتوتر أو تعب خد استراحة قصيرة وارجع كمل، وما تسيبش القلق يوقفك ابدا. تاسع نصيحة: جهز ادواتك وكل اللي تحتاجه قبل الامتحان من بدري عشان ما تنساش اي حاجة. عاشر نصيحة: توكل على الله وثق في مجهودك، لان القلق مش هيزود درجاتك، لكن التركيز هو اللي هيزود درجاتك. وافتكر ان الثانوية مجرد مرحلة في حياتك مش حياتك كلها. اعمل اللي عليك واستعن بالله وادخل اللجنة وانت واثق ان تعبك مش هيضيع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش الفولو والشير. انا اسلام صالح، اشوفكم الفيديو الجاي.